مرحبا حبايب، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم راح نسوي وياكم يخني دجاج. هنا عندنا دجاجة طبعا قطعتها، وهنا عندي واخرت الجلد من عندها، انا ما احب اسويها بالجلد. هنا عندي حبتين من البصل وحبتين من بصرة ورا غار. وعندنا طبعا المكون الرئيسي بيخني الدجاج هو الحمص. وهنا عندي التوابل اللي تتكون من الكاري والكركم والقرنفل والفلفل الأسود. هسه راح أروح وياكم ونتابع الخطوة الجاية. هسه هنا رجعت لكم حبايبي، خليت جزر وخليت زيت، قطعت البصل وضفت عليه. هسه راح نحمص البصل وارجع لكم بالخطوة اللي بعدها. هسه هنا رجعت لكم حبايبي، حمصت البصل. هسه ايش راح اسوي بالخطوة التالية؟ راح ندب الدجاج عليه. ندب الدجاج، راح ندب التوابل كلها، وراح نجيب ورق الغار والليمون بصرة، احمصهم وارجع لكم بالخطوة اللي بعدها. هسه هنا رجعت لكم بالخطوة التالية اللي هي حمصنا البصل ويا الدجاج والليمون بصرة وورق الغار والتوابل. هسه راح نضيف عليهم الماء، وراح نتركه الى ان يفور حتى نشيل الرغوة مالت الدجاج. هسه حبايبي رجعت لكم هاي الخطوة. شوفوا الدجاج من فار طلعت الزفرة بيه، ضروري هاي تنشال حتى لا يفضل زفارة بالدجاج. هسه راح نشيلها ونكمل وارجع لكم بالخطوة اللي بعدها. هسه هنا رجعت لكم، هنا شلنا الزفرة كلها. هسه بدا يفور عندنا يعني كلش زين. ايش راح نسوي بهاي الخطوة بعد ما شلنا الزفرة؟ راح نضيف الحمص. راح نضيف الحمص والملح. اني ما اخليه بالبداية، اخليه قريب ما يستوي اليخني مال الدجاج، اخلي الملح دقيقتين ثلاثة واطفيه. هسه راح نروح نرجع بالخطوة الاخيرة. هلا وحبايبي، هسه رجعت لكم بهاي الخطوة الاخيرة اللي هي راح نضيف بيها الملح. تقريبا الدجاج عندنا استوى، هسه ان شاء الله 5 دقائق ونطفي عليه. هسه راح نخلي الملح عليه وننتظر الى ان نحصل النتيجة نهائيا. هسه حبايبي رجعت لكم بهاي الخطوة واليخني استوى عندنا وصار كل زين. هسه اروح الخطوة الجاية واشوفكم النتيجة النهائية. هسه هنا استوى عندنا اليخني وصار جاهز للاكل. طبعا من الحرارة البخار مدى اقدر اصور. هاي النتيجة النهائية وهذا الشكل النهائي. جربوها وادعوا لي. الطعام فد شي والشكل فد شي. نصيبكم العافية.